تحدثنا في مجموعة من القضايا الثنائية ولكن كذلك الإقليمية والدولية. هولندا فاعل أساسي في الاتحاد الأوروبي ويعني مدافع على شراكة مغربية أوروبية قوية. هولندا كذلك فاعل محترم ومسموع في الأمم المتحدة وعلى المستوى المتعدد الأطراف، والتنسيق بيناتنا في القضايا الإقليمية والدولية مهم. كذلك بنفس المبادئ ديال الشراكة كنشتغلوا فيما يتعلق بالتعاون القنصلي، التعاون في المجال القضائي، التعاون في مجال محاربة الجريمة، التعاون في مجال محاربة التطرف والإرهاب وغيره. وكاين حوار أمني مبرمج في الأيام المقبلة. كاين فريق عمل قنصلي واجتمع كنظن في بداية هذا الأسبوع، وكاين يعني كل القضايا الآن ما كاينش هناك طابو في العلاقة المغربية الهولندية. كل القضايا مطروحة وكل القضايا يتم معالجتها بالمنطق ديال الاحترام المتبادل، بالمنطق ديال الشراكة، بالمنطق ديال البراغماتية لإيجاد الحلول، أكثر ما نبقاو نتحدثوا غير على المشاكل، أننا نلقاو حلول اللي كترضي الطرفين. هولندا كذلك هي واحد الشريك اقتصادي مهم للمغرب، هي الشريك العاشر للمغرب، وكاين آفاق باش هذه الشراكة الاقتصادية تتطور بشكل أكبر في المجال، سواء في المجال التجاري أو في المجال ديال الاستثمار. والاستحقاقات اللي كاينه سواء ديال تنظيم المغرب لكأس العالم، الشراكة الاستراتيجية المغربية الأوروبية، كلها كتفتح آفاق قوية للشراكة الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة والمملكة هولندا. كذلك كيفاش نشتغلوا معا في إفريقيا أحد العناصر الأساسية في علاقتنا الثنائية، وغادي نشتغلوا على كيفية تشجيع القطاع الخاص المغربي الهولندي على أنهم يمشوا معا للاستثمار ولاستغلال فرص التجارة في القارة الإفريقية. الموقف اللي عبرت عليه هولندا في دجنبر الماضي حول قضية الصحراء المغربية واللي غيتجدد في البيان المشترك اللي غيتنشر في الساعات المقبلة، شكل كذلك واحد نقطة تحول مهمة في العلاقة الثنائية. الجميع كيعرف الأهمية ديال قضية الصحراء المغربية في السياسة الخارجية للمملكة، واللي عبر عليها جلالة الملك محمد السادس لما قال بأن المغرب ينظر إلى العالم من خلال نظارات ديال القضية الوحدة الترابية للمملكة. هذا الموقف البناء لهولندا اللي هو منسجم مع القانون الدولي، منسجم مع قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار الأخير 2797، شكل واحد الرافعة قوية لتطوير علاقتنا الثنائية ولتعزيز شراكتنا كفاعلين إقليميين مهمين على المستوى الدولي. For your warm welcome and for taking the time to meet and to talk, and we had a very good talk. It's a pleasure to be in Morocco. It's a country with which the Netherlands has a broad and deep friendship, and to reciprocate the honor of Minister Bourita's visit to the Netherlands last December. This visit is my first outside of Europe in the role as Minister of Foreign Affairs, which underlines the importance of our partnership. I am delighted to be able to witness firsthand all that Morocco has to offer, not in the least your hospitality, but maybe more importantly, state-of-the-art infrastructure, important economic opportunities, and a strong commitment to the values that bind us. Morocco has made impressive progress under the wise leadership of His Majesty King Mohammed VI. I also commend my colleague, Minister Bourita, for his leadership, under which Morocco has consistently proven to be a reliable ally and a strong defender of international peace and stability. Our discussion today reaffirmed that the Netherlands and Morocco are natural partners, working closely together across a wide range of sectors such as trade and investment, the energy transition, security, migration, human rights, and more.
This includes cooperation by our governments in the fields of justice, which is why I'm joined on this visit by our Minister of Justice and Security. Minister Bourita and I discussed ways to further deepen our economic ties. Morocco has undergone spectacular economic development and offers many opportunities to Dutch businesses. Dutch water technology and horticultural companies are increasingly finding their way here, for example, thanks to the attractive investment climate for export-oriented companies. We also agreed that there is a need to engage economically with other African countries. Morocco has the unique position of being the gateway to Northwest Africa, and as such can serve as an attractive launching pad for the Dutch private sector. We also discussed opportunities to deepen our cooperation on the energy transition in areas like green hydrogen. Tomorrow we will visit the port of Tangier, which serves as a hub port just like our own port of Rotterdam. Another topic that affects both our countries is migration. Managing migration is a priority for both our countries, and our collaboration in this area has developed into a strong partnership. We also underline commitment to maintaining peace, security, and respect for human rights within our respective countries. And let me reiterate what we stated in December. We accept the principles of peaceful settlement of disputes, the non-use of force in the settlement of conflicts, and respect for the right of self-determination of peoples in accordance with international law. As regards the Western Sahara, I reaffirmed to Minister Bourita, the Netherlands' support of UN Security Council Resolution 2797 and of the work of the UN Secretary General's personal envoy for Western Sahara, Mr. Staffan de Mistura.